مشاهدينا الكرام، طبعا سجل حجم التداول العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة 861 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محققا نموا ملحوظا. حول ذلك يسعدنا استضافة الأستاذ محمد الطنيجي، مدير دائرة التسجيل العقاري في مدينة الذيد. حياك الله وصبحك الله بالخير. الله يحييك يا أخوي أبو نايف، صبحك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. الله يرحب بك فضله. في البداية شاكر لكم الاستضافة الكريمة في برنامجكم المتميز. جزاك الله خير، الله جزاك الله يحفظك. خير. مرحبا. طبعًا بكل تأكيد يشهد القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة نموًا ملحوظًا وازدهارًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. نود أن نسلط الضوء على طبيعة هذا النمو وحجمه أيضًا. نعم، صحيح. في البداية ولله الحمد سجل القطاع العقاري في المنطقة الوسطى والشرقية خلال الربع الأول من هذا العام حجم تداولات عقارية بلغت 861 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وبنسبة نمو بلغت ولله الحمد 159% ما مقارنة شاء الله. بنفس الفترة من العام الماضي. يعني الربع الأول من العام الماضي في السنة هذه ولله الحمد نسبة الزيادة 159%. ما شاء الله. وهذا الشيء ولله الحمد يعكس الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقتين. جميل. ما هي الأسباب التي أدت إلى نمو حجم التداول في المنطقتين، التداول العقاري بين المنطقتين طبعًا الوسطى والشرقية؟ في البداية هناك عدة عوامل وعدة أسباب اللي هي تؤدي إلى زيادة حجم التداول العقاري في هذه المناطق. ممكن نقول لك أبرز الأسباب هذه الخطط التنموية اللي تنفذها حكومة الشارقة ولله الحمد. نعم. وما ننسى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حفظه الله ورعاه، آمين يا رب. ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد ولي العهد الأمين رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله ورعاه للقطاع العقاري. بالنسبة طال عمرك للخطط التنموية، الخطط التنموية تشمل عدة أشياء. بنتكلم من ضمن الخطط التنموية هذه عندك على سبيل المثال اللي هي البنى التحتية، تحديثها بشكل مستمر. عندك على سبيل المثال تحديث شبكات الطرق. يعني أنت اليوم تبارك الرحمن عندك إذا أنت في الذيد وتبى تسير المنطقة الشرقية كم تحتاج من الوقت؟ لا، أنا على ما شارع تاخذ التي لك، الحين يا اللهم خلاص. لك الحمد. ففي آه. تحديث مستمر ولله الحمد للطرق. وعندك طال عمرك الاستقرار التشريعي. فأنت إذا عندك تشريعات مرنة تحمي حقوق الأطراف في هالوقت، فما دام في استقرار تشريعي فهذا يزيد من حجم التداولات. جميل. إضافة على ذلك المشاريع اللي تم طرحها في مدينة المدام الصناعية الأولى والثانية، وسمحوا بتملك كافة الجنسيات، فهذا كان يعني دافع كبير ولله الحمد. وعلاوةً على ذلك منطقة البليدة السكنية اللي حاليًا على طريق محافظ تملك فيها للمواطنين ودول مجلس التعاون والجنسيات العربية. جميل. فهذه تقريبًا أبرز العوامل والأسباب اللي أدت إلى نمو الحجم التداولات العقارية. جميل. حدثنا عن طبيعة التسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز التشريعية وأيضًا التنظيمية. انزين الحين طال عمرك أخوي أبو نايف، أي مستثمر بيك شو بيحتاج؟ بيحتاج شيئين. المستثمر لما ييجي في أي دولة في أي إمارة في أي مكان يقول لك أنا أحتاج للتسهيلات التشريعية والتسهيلات التنظيمية. نعم. التسهيلات التشريعية ينظر لقانون الإمارة وقانون الدولة هذه، هل أنا لو حطيت المبالغ هذه القانون بيحميني؟ طريقة التقاضي كيف بتكون؟ في تحكيم ما في تحكيم؟ فلما يشوف أن في تشريعات مرنة، تشريعات متينة، تشريعات يقدر أنا اليوم إذا حطيت مبالغ في المنطقة هذه أو في المدينة هذه أنا أقدر آخذ حقي بكل سهولة. فعندي تشريعات تحميني وتشريعات مرنة، فهاي من ضمن التسهيلات. عقب ما يطمن من الجانب التشريعي يقول لك الحين بالجانب التنظيمي في نعم. تسهيلات تنظيمية. فنحن ولله الحمد في دائرة التسجيل العقاري نوفر لهم إجراءات مبسطة. يعني اليوم لو أنت بتيجي تسوي عندي عقد البيع على سبيل المثال أو أي إجراء، ممكن عقد البيع إذا كان متواجد البائع والمشتري ما ياخذ تقريبا 10 دقائق، وسند الملكية ممكن تستلمه في ساعة زمان. بالمقابل لو كان المطور يقول لك أنا لو صرت دولة من الدول والإجراء هذا أخذ مني شهر أو شهرين، فممكن شوي يأخر. فلما أنت تبسط الإجراءات، تعطي خدمات رقمية، تطور من المنظومة هذه، تعطي حوافز استثمارية، تشوف أن المطور أو المستثمر يكون له قابلية أنه يستثمر في صحيح. هذا. فهاي التسهيلات هي تسهيلات تشريعية وتسهيلات تنظيمية ولله الحمد. جميل.
لو بنتحدث عن المنطقة الوسطى، ماذا عن المنطقة الوسطى وأيضًا حجم التداول فيها؟ بالنسبة في المنطقة الوسطى في البداية لا يسعنا إلا أن نشكر والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويرعاه آمين. على المشاريع التنموية التي تم طرحها مؤخرا في المنطقة الوسطى، سواء من سوق الجبيل، عندك طال عمرك حصن الديد، قلب الديد النابض، وعدة مشاريع. فأنت اليوم المشاريع هذه مرتبطة بالسوق العقاري، لما أنت تنمي المنطقة تشتغل فيها في مشاريع معينة سعر العقار أكيد بيرتفع. فولله الحمد مدينة الديد أو المنطقة الوسطى سجلت تداولات عقارية بلغت قيمتها 621 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام ولله الحمد. وكانت النسبة 4.7 من قيمة التداولات في الإمارة ككل، يعني ما شاء كان الله. نصيب المنطقة الوسطى ولله الحمد. جميل. ما نوع العقارات الأكثر تداولًا في المنطقة الوسطى؟ طبعًا هناك سكنية، تجارية، وأيضًا صناعية. نعم شو صحيح. أكثر العقارات تداولًا في المنطقة الوسطى؟ العقارات تختلف بطبيعتها، نعم. أنت عندك طبعًا الأكثر تداولًا في المنطقة الوسطى هي الصناعية، بحكم أن في المدينة القاسمية الصناعية الأولى والثانية نعم. سمحوا للتملك لكافة الجنسيات، والصناعيات يعني لو أنت تنظر أخوي أبو نايف كتكلفة، كبنيان، كأمور هذه، كتصاريح، ممكن أقل تكون عن التجاري، فالصناعي عليه إقبال زيادة. ثم تليها طال عمرك منطقة البليدة السكنية اللي هي على طريق محافز، نعم. كانت في المرتبة الثانية وكانت تملك للجنسيات العربية. وفي المرتبة الثالثة ما ننسى طال عمرك الديد واحة وفيها مزارع، والمزارع لها نصيب نعم. لله الحمد. كترتيب في البداية يكون السكني الصناعي، ثم السكني، ثم الزراعي. جميل. كيف انعكست هذه الأرقام على حجم الاستثمارات العقارية بشكل عام في إمارة الشارقة؟ طبعًا ولله الحمد نحن قبل شوي ذكرنا نسبة ولله الحمد خلال الربع الأول 159%، فنحن لما نقول ولله الحمد انعكس إيجابًا على الإمارة كشكل عام. ولما ينعكس الشيء هذا إيجابًا على الإمارة شو اللي تحصل أنت؟ تحصل شرايح جديدة من المستثمرين، تشوف مشاريع تنموية جديدة تطرحها في المدينة. ولله الحمد كان الانعكاس إيجابي على جميل. المنطقتين. جميل. لو بنتحدث عن تأثير المشاريع الحكومية الجديدة على حركة العقارات في المنطقة الوسطى وأيضا المنطقة الشرقية. المشاريع الحكومية بكل تأكيد لها دور وتأثير في حركة الاستثمار والعقارات. نعم صحيح، المشاريع الحكومية أنت نفس ما تقول أبو نايف، العقارات عبارة عن نفس ما تقول نفس العجلة، يعني كل حد يكمل الثاني. فأنت اليوم إذا عندك مشاريع حكومية ولله الحمد هيئة الطرق والمواصلات على سبيل المثال، منطقة صناعية ما فيها شوارع، دخلوا لك شارع في الوسط ودخلوا لك شارع مثلًا على الجنب، سعر الفوت ممكن يكون في المنطقة هذه 50 درهم، مجرد إنك أنت تدخل خدمات أو تدخل شارع شوف سعر الفوت كم يزيد. فالد ال 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 التسهيلات الحكومية لها دور كبير في رفع قيمة التداولات العقارية في المنطقة. على سبيل المثال تحديث شبكات الصرف الصحي، عندك عدة عوامل كلها مرتبطة بالعقار، فأي عامل من العوامل اللي هي الأخرى ترفع من سعر العقار. جميل. هل ساهمت المناطق الصناعية أو السكنية الحديثة في تعزيز الطلب على الشراء أو الاستثمار العقاري؟ نعم صحيح، ساهمت. اليوم طال عمرك أخوي سيف ممكن العقار يكون مستشفى، ممكن يكون العقار جهة حكومية، ممكن، فالعقار موجود في كل مكان. العقارات الصناعية هو استخدامها أكثر ويكون في زيادة طلب عليها، لأن فتحوا للجنسيات اللي هي الآسيوية أو الجنسيات أو كافة الجنسيات للتملك في هذه المناطق. وبالنسبة لطلب الشراء كان في طلب متزايد في المدينة القاسمية ولله الحمد، نعم. وكان في المرتبة الثانية طلب الشراء متزايد في منطقة البليدة، بحكم أن هناك في خدمات وفي مدارس ومنطقة سكنية. جميل. ما التوقعات لحجم التداول العقاري في المنطقتين طبعًا الوسطى والشرقية خلال السنوات القادمة؟ والله التوقعات إن شاء الله تكون توقعات إيجابية، ونحن متبشرين كل خير، يعني بتواجد كل هذه العوامل وكل هذه المؤشرات وكل هذه الأسباب، وبفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة ولله الحمد في الإمارة الباسمة، نحن متأملين أن القطاع العقاري إن شاء الله يكون في ارتفاع دائم. جميل. أستاذ محمد لو تعطينا طبعًا أو تحدثنا عن الخدمات التي تقدمها طبعًا دائرة التسجيل العقاري.
نعم، دائرة التسجيل العقاري ولله الحمد نحن نسعى في الدائرة أن جميع الخدمات اللي ممكن أنت تحصلها في المقر الرئيسي تكون متوفرة في فروع الدائرة الأربعة، سواء في مدينة الديد أو المنطقة الشرقية في كلبة أو خورفكان أو دبي الحصن. فعلى سبيل المثال اليوم أنت عندك عقار في دبي الحصن وأنت من هذه المنطقة الوسطى، يمكن أنك أنت تمر علي في فرع المنطقة الوسطى وأسوي لك الإجراء وتخلص أمورك وتتم عملية البيع والتسجيل واستلام الملكية من نفس الفرع. فولله الحمد نحن في خدمات كثيرة نقدمها، منها خدمات التصرفات العقارية اللي هي البيع والشراء. عندك خدمات الإفادة عن الأملاك، سواء كانت الإفادة للمؤسسات أو للأفراد. في بعض المؤسسات الحكومية تطلب إفادة بشكل مستمر عن الأطراف. نعم. ولاحقا ولله الحمد بعد أبرمنا اتفاقية مع المجلس البلدي لمدينة الذيد بالنسبة للأطراف اللي يستعلمون عن الإفادات الأملاك. وكذلك عندنا خدمات الرهن العقاري، سواء كان الرهن مرتبط بجهة إسكانية أو كان رهن شخصي. فخدمات متنوعة ولله الحمد نقدمها نحن بإدارة التسجيل العقاري. الحمد لله. أستاذ محمد، يعني كوني أنا شخص حديث مثلا، أو ما عندي خبرة في مجال الاستثمار، آه، الشخص يبدأ مثلا بشراء الأراضي الزراعية أو الصناعية أو التجارية كبداية، يعني شو تنصحني؟ يعني في البداية كنصيحة، اللي بيدخل مجال السوق العقاري في البداية، في حال أنك أنت بتشتري العقارات اللي هي عن طريق المطور العقاري، لازم أنت أول شيء تسأل عن سمعة المطور العقاري. أنت بتشتري في مشروع معين، تشوف المشروع هذا متى بيسلم، هل أنه يتأخر، هل يسلم من وقت، هل أنه يعني ملتزم بوقت التسليم. يعني هذه يعني إذا بتاخذ تقريبا شقة، إذا أنت مثلا بتاخذ لك على سبيل المثال عقار تجاري أو بناية على سبيل المثال، لازم أنت تصير مثلا تسأل أهل الاختصاص. مثلا أنت عندك المكاتب العقارية، عندك نحن ولله الحمد بعد في إدارة التسجيل العقاري أرد على جميع الاستفسارات، سواء أنت مثلا تبي تسأل عن أسعار القدم، تبي تسأل عن أي شيء يخص العقار، نحن متواجدين ويعني جميع الأجوبة موجودة. وبالنسبة طال عمرك لبعض الإجراءات، أنك أنت في بعض الأوقات تحتاج أنك أنت تروح تعاين العقار. يعني نعم. اليوم مثلا أنا أقول لك ببايعك على الخريطة، فأنت تشوف مثلا العقار مثلا في الخريطة في منطقة معينة، ممكن سبحان الله يستوي لبس أو يستوي شيء، فلازم تتحقق من موقع العقار. جميل. نعم. نبغي نصيحة منك طبعا للمستثمرين العقاريين المهتمين بهذه المناطق. نعم، في النهاية كرر شكري على الاستضافة. ونحن طال عمرك يعني ننصح الأشخاص والمستثمرين أنهم يدخلون في مجال السوق العقاري. والشخص لازم ينوع في دخله في أصوله، هذا رقم واحد. وبالنسبة نحن عندنا اليوم في إمارة الشارجة الأسعار تنافسية مقارنة بالمناطق الأخرى، وهذه فرصة الواحد يغتنمها ولله الحمد. ونحن في دائرة التسجيل العقاري دائما نسعى أن نقدم أفضل الخدمات ونبسط الإجراءات. ونحن موجودين سواء في المبنى الرئيسي أو دائرة الفروع، في المبنى الرئيسي أو فروع دائرة التسجيل العقاري. نعم. لأي شخص يحتاج أي نصيحة عقارية، أي شيء، نحن موجودين وبالخدمة. جميل، جزاك الله خير، ونحن شاكرين لك على تواجدك معنا في هذا البرنامج الصباحي، وأيضا على هذه المعلومات، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، لكم أنتم وأيضا للمستثمرين في المنطقتين طبعا الوسطى والشرقية بكل. جزاك الله خير، الله يطول عمرك يا رب. وعمرك طويل، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، طبعا نظم مجلس